انه يظل لمده 24 ساعه تحت الملاحظه علشان يعني الارتجاج اللي كان صار بيه في الاول، وايضا علشان بعض الفحوصات اللي تتم على الوجه نتيجه الكدمه او الخبطه القويه اللي حصلت له في المباراه. طبعا ال 24 ساعه انتهت، موضوع الارتجاج في المخ الامور طبعا احسن بكثير دلوقتي. كان في دوخه بسيطه، لكن طبعا نتيجه الاشاعات الاخرى يعني جت في انه كان في شرخ في تحت الوجه، وايضا في شرخ ثاني جانبي كده جنب العين، وده طبعا هيحتاج شرخين يا محمد، شرخين. ها بالظبط. يعني هو شرخ صغير كده جنب العين، وشرخ اخر تحت اسفل العين في الجهه اليمنى. طبعا يعني اللاعب طبعا الاول بحاله كويسه، والامور طبعا احسن النهارده، بدا يتحرك وكان وسط اهله النهارده، والامور كانت احسن بشكل كبير. لكن طبعا موضوع الاصابه اللي في الوجه دي طبعا بعد الاشاعات والفحوصات الكامله اصبح ان اللاعب هيحتاج لتدخل جراحي بسيط هيخضع عليه بكره ان شاء الله صباحا، وهيظل موجود داخل المستشفى لاجراء التدخل الجراحي. حسين الشحات اتصاب، وامام عاشور اتصاب، والشناوي اتصاب، ورضا سليم اتصاب. مش جايب معاك اي حاجه يا مودست؟ الكلام ده دور برد حتى. حد بيتكلم في حاجه فراح مدخلني في الموضوع، فلاقي الناس واخده الكلام، وابو 6-1 بيتكلم وانت نسيت نفسك 6-1 ليه؟ يعني ليه؟ ايه اللي دخل ده انا يا عم قلت حاجه؟ طب كم واحد بيعلق لك كويس؟ ليه؟ كم واحد بيعلق لك كويس؟ لا انا مش، للاسف مش كتير. انا للاسف مش كتير. ليه؟ كلهم بيقولوا نفس الحديث؟ لا ما عنديش صله بالجمهور غير الجمهور بتاع الشارع، مش السوشيال ميديا. يعني انا دايما حاسب ان جمهور نادي الزمالك هو جمهور نادي الزمالك العريض اللي ملايين في الشارع. فقلت له الموهبه، انا سمعت قلت له الموهبه ممكن ما تكملش، ان هو راجل كسول، شايف ان هو موهوب فبيتنج، بيتمرن قليل، حاسس بنفسه ما بيكملش. مع العكس ان انت لو حاسس ان انت عندك جزء بسيط ناقص من الموهبه الكامله، وان انت راجل بتحدى الظروف وبتيجي على نفسك وتشتغل وتعمل وكده، فقلت اضرب مثل باحسن حد عامل ارقام في مصر، وعصام الحضري، ان الراجل اساسا مكسر الدنيا، واخد احسن حارس في افريقيا، واخد خدوا الموضوع العكس تماما، ان انا بقلل من عصام، فبقول ان عصام مش موهوب ومصنوع. انت بتتكلم على عصام الحضري، مش عارف التبشير التابع طالعين بتتكلموا ليه في الكوره؟ يعني بعد ما 6-1 ده احنا نلم كنزات بقى، بلاستيك، اي حاجه من الحاجات دي، تعبتونا.